اصلا اي كود بنكتبه لازم يكون بنتعامل مع داتا. حاول تثبت عكس الكلام ده ومش هتعرف. البشر اخترعوا الكمبيوتر اصلا علشان يعمل داتا بروسيسنج. الفكره بقى ان الداتا دي اشكال واحجام مختلفه، وعلشان نقدر نعمل عمليات مختلفه على احجام بيانات مختلفه فكان لازم نلاقي طرق او اشكال بيانات نخزن فيها البيانات دي بحيث ناخد افضل اداء على حسب نوع العمليه. والاشكال دي اسمها داتا ستراكشرز، ودي تعتبر من اجمل المواضيع عندنا في مجال السوفت وير. احيانا بتبان صعبه لكن هي في الحقيقه ممتعه. الفكره كلها ازاي المواضيع المتشابكه دي تتفك من بعض ونفهم كل موضوع لوحده، ولما نيجي نربطهم تاني نكون فاهمين كل حاجه مع بعض. ده اللي احنا عملناه في كورس داتا ستراكشرز دي كود او فك شفره هياكل البيانات. الميزه في الكورس ده انه هيبدا معاك من لو ليفل، من ايه هي الميموري، بتتكون من ايه وشكلها ايه، وايه هي الداتا وانواعها، وازاي اصلا الكمبيوتر بيفهم الداتا. وبعدين هتفهم اي داتا ستراكشر بيتكون ازاي، وايه اللي بيخلي اصلا اي داتا ستراكشر مختلف عن غيره، خصوصا ان هم في الاخر بيتخزنوا في الميموري بطريقه من اتنين فقط لا غير. ومش هنكتفي بالشرح فقط، احنا هنكتب داتا ستراكشرز بايدينا، هنعمل لها كود، وهنستخدم اكتر من لغه بالتبادل زي ما عملنا في كورس الالجوريزمز. كونك كتبت داتا ستراكشرز بايدك ده هيخليك من احسن الناس اللي فاهمه الداتا ستراكشر. انت مش هتبقى قاري كلمتين عن الموضوع، لا انت هتبقى بتعرف تعملها بنفسك. هو نعم انت 99% من الوقت بتستخدم الداتا ستراكشرز المتاحه، بس انت هتبقى بتستخدمها وفاهمها كانك انت اللي عاملها بالظبط. قبل ما تبدا الكورس كل اللي عليك انك تكون متعلم لغه برمجه بشكل سليم. ولو لسه ما اتعلمتش فاحنا عندنا كورس هيعلمك جافا سكريبت مع نوت جي اس، وهيأسسك في البروجرامنج بشكل ممتاز. لو متعلم اي لغه ايا كانت هتكون مناسبه للكورس. اهم حاجه بس تكون متعلمها كويس ومتمكن منها. تاني حاجه تكون متعلم الجوريزمز. انا عارف ان في مصادر بتعلم داتا ستراكشرز الاول وبعدين الجوريزمز، وفي مصادر بتعلم الاثنين مع بعض بالتبادل، موضوع من هنا وموضوع من هنا. لكن انا قررت ان انا اقسم الموضوعين دول لكورسين، والالجوريزم هيبقى الاول والداتا ستراكشر هيبقى بعديه. الداتا ستراكشرز موضوع لازم اي سوفت وير انجينير يكون فاهمه كويس. غير انها هتفيدك في الكود، في داتا ستراكشرز تعتبر اساس تكنولوجيز كتير احنا بنستخدمها. لما تيجي تتعرف على الداتابيز والداتابيز مانجمنت سيستمز هتلاقيهم معتمدين على داتا ستراكشرز كتير من اللي انت ذاكرتها وفاهمها كويس. وكعاده كل الكورسات اللي في كلاود نيتيف بيس كامب، غير انك هتكون من الناس الكويسه اللي اي شركه تحب انها تعتمد عليك، فانت هتبقى واثق في نفسك. وده لان ببساطه التعليم الكويس بيخلي صاحبه واثق في نفسه.